بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم. النهارده هنعمل صينية فراخ. كل الناس بتعرف تعمل صينية فراخ. بس المهم يا جماعة النفس التظبيط يعني أهم من الشغل، تظبيط الشغل. قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني يا ريت نشترك في القناة ونعمل لايك للفيديو وشير مع أصحابكم من فضلكم. هنا بنقطع. أنا عاملة فرق الفراخ صغيرة، فعلشان كده انا هقطعها انصص، مش هقطعها اربع لان فعلا صغيرة علشان ما تنشفش. فهنا هنقطع بصلتين، البصل حسب الكمية اللي انتي عاملاها، وتوم. هقول لكم بقى على التركاية بتاعت امهاتنا زمان اللي دلوقتي معظمنا بيكسل يعملها. البصل والثوم والملح والفلفل ادعكيهم في بعض كده يا جماعة، بيودي الطعم في حتة تانية خالص. يعني مش الحاجة مش بتطلع مسلوقة كده او ملهاش طعم، او حطي وخلاص وطبخة وعدت. لا، لازم زي ما قلت لكم اهم من الشغل تظبيط الشغل. هندعك البصل بالثوم بالملح والفلفل دعكة حلوة كده. اتفرجي على الفيديو للاخر، هو الفيديو مش طويل بس فيه حاجات حلوة هتظبط معاكي صينية الفراخ دي. تمام. ادي اهو البصل مع الفلفل الاسمر والملح والثوم. نزل ميته وغمق ودبل. احنا عايزين كده، عايزينه يدبل. هننزل دول 4 طماطمات صغيرين او 2 كبار، زي ما يكون عندك متوفر. تمام. خلاص كده، حابة تدعكي الطماطم معاها ادعكيها. حابة تحطي كوسة تقطعيها كبيرة شوية، جزر، بطاطس مكعبات، كل ده يتحط في المرحلة دي وتحطي عليه الفراخ عادي، وتبقى صينية فراخ بالخضار. انا بعملها وبعمل جنبها رز ابيض. تمام. هنا مكعب مرقة، مش عشان يعني دي فراخ مش هحط مكعب. بص الفراخ صغيرة ازاي، باينة الوراك عاملة زي ما تكون ارانب، مش فراخ. انا عشان كده هحط سمنة، مش هحط زيت خالص علشان الزيت ما ينشفهاش، السمنة هتطريها. ده مكعب مرقة زي ما قلت لكم، مش عشان هي فراخ يعني، لا، مكعب المرقة برضو بيطعم الدنيا. هنقلبها كده. حابة تسيبيها شوية قبل ما تدخليها الفرن براحتك، مستعجلة عليها. هي في النهاية بتطلع، دخليها على طول، في النهاية بتطلع حلوة جدا. الطريقة سهلة يا جماعة، مفيهاش اي حاجة، وزي ما قلت لك ممكن تعمليها وجبة كاملة، ان انتي خلاص ما تحتاجيش تعملي جنبها حاجة، فتقطعي تحتها خضار. انا عادة بحط جزر وكوسة وبطاطس. انتي بقى المتوفر عندك في بسلة، في فاصوليا، ممكن تعمليها زي التورلي، تحطي كل الحاجات دي وتلخبطيها مع البصل والطماطم، وتبقى طريقة تانية برضو. تمام. هنا انا بس لاني كنت عاملة جنبها اكل تاني، فاكتفيت بان انا احمر الفراخ كده من غير اي حاجة. بتطلع رهيبة يا جماعة وحلوة جدا. ممكن تقدميها مع رز بشعرية، مع رز ابيض. الصوص اللي تحت ده حاولي ما تنشفوش قوي اثناء التسوية، بيطلع معاكي صوص طعمه حلو جدا. اهو هنا بقولك ممكن تقطعي تحتها بطاطس. انا اوريدي كنت عاملة جنبها صينية بطاطس، فعشان كده ما عملتش فيها حاجة، ما حطيتش تحتيها حاجة. ده مج مية وانا كنت حاطة مج من الاول. وخلاص كده سهلة. وممكن تحطي لوري وحبهان وجوز الطيب، الحاجات دي انا نسيت احطها، بتفرق كمان في الطعم جدا، كأنك بتسلقي فراخ عادي يعني. هنا بنقلب الصدر لتحت علشان يستوي. حبايبي بفكركم بالاشتراك واللايك. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعة، بيخليه ينتشر. وادي الصينية بعد ما خلصت وطلعت. تابعوا الفيديو للاخر، الفيديو مش طويل. خدي بقى من الصوص ده وحطي عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، شكلها طعم وطعمها كان حلو جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حاولي تغطيها اول ما تطلع من الفرن علشان ما تنشفش، لان الفراخ صغيرة. زي ما انا هعمل كده، هغطيها بورقة الفويل على طول علشان تطرى لحد ما اجهز الرز. لو احتاجتي تسخنيها ممكن تدخليها الفرن وهي متغطية كده. يلا شكرا يا حبايبي، وباي باي.